مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي فايز تي في الكرام. نعلم جميعا أحبائي الأفاضل أن الثقافة والمثقفين نواة بناء الإنسان والأوطان الحرة، والحرية أسمى مقومات الكرامة الإنسانية التي تسعى إليها كل الإيديولوجيات والعقائد السماوية والأرضية معا، وهو حق عادل مقدس لكل الشعوب والمجتمعات البشرية، ومنها مجتمعنا وشعبنا السوري المتعدد الأطياف والثقافات. وما الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا سوى شمعة لإنارة بعض ضروب الفكر الوطني السوري والقومي الكردي بالكلمة الحرة، فأطلقت فايز تي في أي الكلمة لتكون صوت أحرار سوريا والكردي وكردستان عبر برامج سياسية وثقافية واجتماعية اقتصادية عديدة، ومنها برنامجنا هذا حواراتنا، والتي أولى حلقاتها ستكون عن سوريا إلى أين. ومعكم ضيفي العزيزين الكبيرين الدكتور عارف دليلة، أستاذ الاقتصاد السياسي السوري المشهور في عدة جامعات سورية وعربية، الدكتور كاوى عزيزي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين بأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، والقيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا. أهلا وسهلا بكما ضيفين عزيزين ونورتونا. دكتور عارف، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم جميعا. دكتور كاوى عزيزي، أهلا وسهلا بك. أهلا بك وبضيفك الكريم، وأبارك لكم فايز تي في، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. تسلم وأشكركم جدا. مشاهدين الكرام، نعلم جميعا أن الأزمة أو المأساة السورية تعود لخمسينيات القرن المنصرم بالوحدة مع سوريا، وظهور ونجاح الفكر العروبي الناصري الإقصائي للآخر، وتكرس ذلك بانقلاب حزب البعث الشوفيني، وخاصة بعهدي الأسدين الأب والابن اللذين حولا سوريا لمزرعة عائلية خاصة لهما، مما خلق فوضى فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية عارمة ندفع نحن السوريين تكاليفها الباهظة لليوم. هل توافقنا على ذلك دكتور عارف دليلة؟ أوافقكم جزئيا، يعني نحن لا نطلب الاتفاق المطلق في كل شيء، نحن متوافقون جزئيا والباقي خاضع للنقاش. تمام، تفضل دكتور. نحن الآن في عالم جديد مختلف نوعيا، وفي أوضاع إقليمية، في أوضاع دولية وإقليمية ومحلية سورية بشكل خاص مختلفة نوعيا عن كل التاريخ السابق. نحن اعتدنا أن يكون العالم هناك في صراعات، في جبهات، في تحالفات، في أنظمة مختلفة. وعلى سبيل المثال، يعني سواء كان قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية أو بعد الحرب العالمية الثانية، انقسم العالم إلى معسكرين، ومرت حوالي ربع قرن في ما يسمى الحرب الباردة بين النظامين، وكان يتزاحمان ويتنافسان ويتناطحان حول المناطق الغير منضوية لهما سياسيا لاحتوائها واستتباعها وابتلاعها بالتالي. أما الآن بالأخص، يعني بدءا من سقوط المعسكر ما يسمى المعسكر الاشتراكي أو الشيوعي أو الاتحاد السوفيتي ومعسكر وارسو،
بداية التسعينات وحتى اليوم نحن في عالم لا يوجد فيه يقال أنه متعدد الأقطاب، لكنه فعليا في الممارسات والسياسات والتحالفات والاستراتيجيات كأنه أحادي القطب. فالدول الضعيفة التي وجدت متنفسا بعد الاستقلال في ظروف الحرب الباردة فانضمت، استفادت من هذه الفسحة التاريخية واستطاعت أن تحصد مكاسب سواء من الطرف الأول أو الطرف الثاني، من هذا الطرف أو ذاك. وبالفعل نشأت دول جديدة قوية على الساحة الدولية لم تكن شيئا في السابق، ضعيفة متخلفة، نتيجة الاستفادة من هذا التزاحم والتنافس في عالم ثنائي القطبية على الأقل وربما متعدد القطبية. الآن للأسف جميع الدول العظمى لنقول، وسواء من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الثالثة، تجدها رغم تنافساتها الكامية، رغم اختلافات بينها في المصالح وأحيانا التزاحم على مصادر القوة ونهب الشعوب المستضعفة، إلى أنها في نهاية المطاف ليست في صراع فيما بينها، ليست في صراع مصيري ولا في تحارب أو حتى احتمال تصادم العسكري وغير ذلك، وإنما هنالك تنسيق كبير جدا. ومن يذهب ضحية هذا التنسيق هو الشعوب المستضعفة، الشعوب المستضعفة التي لم تعد تستطيع أن تستفيد من دعم أي طرف من هذه الأطراف على الإطلاق، بل هي خاضعة للتدمير والإفقار والنهب والتجويع من قبل الجميع على حد سواء. لا تستطيع الادعاء على طرف بتأييد من طرف آخر. هذا ما يظهر بشكل بليغ جدا في حالتنا السورية وفي بعض حالات الدول العربية. دكتور، قصدك أحادية القطب يعني تحديدا؟ عمليا أحادي العالم، أحادي القطب، نحن في عالم أحادي القطبية، رغم ما يقال أن هنالك تنافس كبير بين دولتين عظميين هما الصين والولايات المتحدة، على درجة تلويح البعض بأن احتمال وقوع الحرب بينهما اليوم أو غدا، واصطفاف دول أخرى سواء إلى جانب الولايات المتحدة أو إلى جانب الصين أو في الوسط إلى آخره. رغم كل ذلك فإنهم جميعا غير متعارضين جوهريا، وإنما في حالة شبه اتفاق فيما بينهم على الاستمرار، على الاعتراف كل منهم بالآخر وبمصالح بعضهم البعض في استنزاف الآخر، في تدمير الآخر. لا تستطيع اليوم دولة مستضعفة واحدة أن تدعي بأنها تستطيع اللجوء أو الاتكاء على هذا الطرف أو ذاك على الإطلاق. تمام. وإنما قد تجد بعض الدعم من هنا وهناك، ولكن
لمصالح ما يسمى بمصالح الأمن القومي لهذه الدولة أو تلك، ولكن هذه المصالح تتحقق بشكل منسق ويعني معترف به من قبل الأطراف الأخرى. هذا هو عالمنا اليوم. هذا العالم ألا ينطبق هذه أحادية القطب وهذه الحالة ألا ينطبق على الحالة السورية أحادية الفكر الشوفيني الإقصائي للآخر؟ هذا سؤال آخر. سنعود إليك دكتور عارف دليلة. الآن نرحب بالدكتور كاو عزيزي مجددا. أهلا وسهلا، نورتنا دكتور. ما تعليقك على ما تفضل به الدكتور عارف دليلة؟ أنا أولا أحييك وأحيي تلفزيونكم مرة أخرى، وشكرا للدكتور عارف دليلة على هذا الشرح المفصل. طبعا جوابا على سؤالك بالأول، الوضع السوري وبعد التحرير ومجيء الناصريين وحزب البعث وماذا حدث للمجتمع السوري، هو السؤال في هذا الاتجاه. يعني قصدك بالتأكيد هو على الحريات العامة، على الحياة البرلمانية، على التعددية في هذا البلد ومصير الديمقراطية، الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية، الضعف الفكري. نعم. في الحقيقة في بدايات الاستقلال كان هناك في ديمقراطية، كان في برلمانية، كان في دستور. ما كان الدستور والحكم في يد فئة معينة أو قومية معينة ضد فئة معينة أو ضد قومية أخرى. لكن للأسف بعد الوحدة السورية مع مصر رأينا بأنهم حاولوا تصفية الأحزاب السورية الموجودة على الساحة، ومنها الحزب الشيوعي السوري والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا وقتها، والأحزاب الأخرى خارج الناصريين. من هناك بدأ الفكر الشمولي، النظام الشمولي، وإلغاء الآخر المختلف. بعد الانفصال على أساس أن يتحسن الأوضاع، لكن للأسف حل محل الناصرية حل الفكر البعث، يعني البعثيين. بمجيء البعث بدأ الفكر الشمولي التسلطي الاستبدادي، وبلش الفكر الشوفيني وإلغاء الحريات الأساسية في البلد، وليس الحريات السياسية فقط، بل بدأوا بإلغاء الحريات الاقتصادية أيضا، حيث ضربوا على أساس إصلاح زراعي، صادروا أراضي الملاكين، وهؤلاء الملاكين كان عندهم مشاريع جيدة جدا للزراعة، وكان دخلوا الآلة والميكنة إلى المنطقة. للأسف تم مصادرة هذه الأراضي ومصادرة المنشآت ومصادرة الآلات، ووضعت الدولة يدها على هذه الأراضي، وفي نفس الوقت المصانع الكبيرة أيضا تم الاستيلاء عليها وإدخالها تحت ملكية الدولة. من الناحية السياسية بلش حزب البعث بأن يكون حزب الدولة والمجتمع، الحزب الوحيد، وعدم قبول التعددية السياسية، وهذا أدخل سوريا إلى ظلمات للأسف الشديد، وخاصة بعد ثورة 68، هم يقولون ثورة، يعني بعد انقلاب 68 ومجيء حزب البعث على السلطة، وانقلاب 1970 لحافظ الأسد. سوريا دخلت بشكل كامل إلى منزلق طائفي ومنزلق قومي، و يعني مستقبل سوريا أصبحت بالفعل على كف عفريت كما يقال. بمجيء البعث والانقلاب الأسد ظهر في سوريا خلاف طائفي، يعني الإخوان المسلمين بدأوا بعدم قبول سلطة حافظ الأسد، ونحن نعلم
ماذا جرى في حماة وماذا جرى في حلب والمناطق الأخرى السورية، وإبادة شاملة للمناطق السنية، وقتل الحريات السياسية وقتل التعددية بشكل نهائي. وقامت الدول الأوروبية بوضع سوريا في حصار، ووضعوا حصار على الشعب السوري. عاشت سوريا أيام حزينة جدا. للأسف الشديد يبدو أن حافظ الأسد أتى بدعم خارجي وأثبت سلطته بعد حرب تشرين 1973، وأعلن نفسه بعد ما حرر جزء من القنيطرة بشكل صوري، أعلن كبطل قومي سوري، وبعدها أعلن نفسه بطلا قوميا عربيا، وبدأ مشوار الاستبداد والديكتاتورية السياسية والاقتصادية في سوريا، إلى أن استلم النظام ابنه بشار الأسد، حيث أصبح السلطة في سوريا سلطة وراثية ولأول مرة في تاريخ السوري. بشار الأسد على أساس أنه شاب ودرس في أوروبا ويحمل أفكار متنورة، وفي البداية بدأ وعود يعني بالانفتاح وتعددية إلى ما هنالك، وهذا كان سبب ظهور حركة ربيع دمشق. لكن للأسف الشديد بعد فترة وجيزة انقلب بشار الأسد على أفكاره واعتقل الشخصيات التي شاركت في إنشاء ربيع دمشق. دكتور كاوا، هناك السؤال لفت نظري، يعني من علي سيدو حنان يقول علينا أن نستفيد من الماضي وخلينا حاضرين من المستقبل، وشو هو دوركم في المستقبل؟ طبعا أيضا هناك تحيات كثيرة لكم ضيفي العزيزين من شخصيات مرموقة كردية وسورية، من الأستاذ إبراهيم اليوسف، من جيفارا معمو، من عبد الباقي حسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، من منى عبدي، كثيرين، محمد محو، في ماهين شيخاني، كثيرين جدا. ألف تحية لهم، نحييهم ونتمنى أن نخدمهم بنقل آرائهم وما يصبو إليه. دكتور كاوا، ردك السريع لنعود إلى الدكتور. نعم، في الحقيقة بعد 2011 وحدوث الثورة أو الثورة السورية ضد الاستبداد وثورة الكرامة، لكن للأسف الشديد هذه الثورة أيضا تدخلت فيها قوى أجنبية وسلط على رأس الشعب السوري وحركة الشارع السوري قوى إسلامية استخدمت العنف وعنف مضاد، وبالتالي تحول ثورتنا المجيدة إلى حرب أهلية طاحنة، وأنتم تعلمون ماذا حصل لسوريا الآن. بالفعل بعد هذه المجزرة أو هذه يعني شو هذا المأساة سوريا، مأساة سوريا يعني مسؤولية الواقع الحالي على جميع الأطراف المتحاربة. طبعا يعني للأسف الشديد، يعني الآن في سوريا للأسف الشديد أقول يعني النظام والمعارضة أصبحوا قريبين من بعض في الاستبداد وفي القتل الآخر وفي التوتر وفي الاعتماد على الخارج وإلى ما هنالك، يعني ضرب السيادة السورية، ضرب الاقتصاد السوري، ضرب النسيج الوطني السوري. يعني عمليا للأسف الشديد قسم من المعارضة تحول إلى جسر لعبور قوى خارجية بجيشها واحتلال أراضي سوريا ضد جزء من الشعب السوري، خاصة في منطقة عفرين ومنطقة الجزيرة في رأس العين وفي
في الأبيض، ونحن نعلم بأنه أحدث هناك مجازر ضد الكرد خاصة في عفرين ورأس العين وتل أبيض. للأسف الشديد يعني هذه الأحداث كلها يعني أخذت سوريا إلى مفترق طرق. في الحقيقة مستقبل سوريا شعبا وأرضا ودولة الآن في خطر كبير جدا. نعم دكتور، سنعود إلى ذلك، ولكن دكتور عارف دليل يعني أحادية القطب وأحادية الفكر السياسي الحاكم في سوريا ولد الفساد الإداري، الفساد السياسي، الفساد الاقتصادي، ولد كل هذه الأزمات التي نعيشها الآن، يدفع ضريبتها الغالية شعبنا منذ نحو عقد من الزمن، تحديدا في حقبة المعتوه بشار الأسد. دكتور، إلى متى سنرى هذه الآلام السورية وأنهار من الدم السوري يعني ودون أن يتحرك للعالم جفن؟ نحتاج إلى متابعة ما بدأت به في وضع إطار نظري لهذا التحول. نتيجة نضال الشعوب وفي ظل كما قلت التنافس الدولي والحرب الباردة، استطاعت هذه الشعوب خلال الخمسينات والستينات أن تجد ممرا للوصول إلى تحقيق غايات سياسية وطنية وقومية، وتمثلت باستقلال العدد الكبير من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. لكن كان بالمرصاد لهذا الاستقلال الذي بدأت في خلال السنوات قليلة، بدأت تتشكل نواة الدولة العصرية في العديد من البلدان، وبدأت تتشكل دولة القانون، ونشأت السلطات التي كانت بذرة لبناء أنظمة ديمقراطية، وكانت مجرد بذرة، ولكن هذه البذرة كان بإمكانها أن تنتج وتصل إلى بناء دول عصرية متقدمة متطورة. لكنها وقعت سرعان ما وقعت فريسة التآمر الخارجي. وأنا ممن لا يحبذون تحميل كل شيء للخارج، لكن هذه القوى الخارجية بحثت عن مرتكزات لها في الداخل وهي موجودة وجاهزة، واستطاعت تفعيل هذه المرتكزات وحقنها ودفعها خلال سنوات قصيرة للانقضاض على البوادر الديمقراطية، بوادر التنمية حتى بالمفهوم الاقتصادي أو بالتنمية الاقتصادية والسياسية وحتى العلمية إلى آخره. فسرعان ما ركبت ديكتاتوريين يقطعون الطريق على هذا التحول والنمو الديمقراطي. دكتور، قلت ديكتاتوريين، يعني كنا بديكتاتور واحد، الآن في ظل المعارض صرنا أمام ديكتاتوريين. سنصل إلى ذلك. إذن بدأت، وربما كانت سوريا السباقة لمثل هذه الأحداث، فبدأت في الانقلابات العسكرية التي كانت تدار بشكل مكشوف جدا ومباشر من قبل استخبارات الدول الاستعمارية ومن قبل سفاراتها وشركاتها ومصالحها، وبالأخص نذكر طرفين: أولا الصهيونية وركيزتها إسرائيل في المنطقة،
وثانيا الشركات النفطية اللذان لعبا دور الأداتين في تحقيق القضاء على بذرة الديمقراطية، بذرة دولة القانون، بذرة التطور. الآن يتهمون هذه الشعوب وهذه الدول بأنها غير ناضجة للديمقراطية، بأنها هي لا تستحق إلا العبودية، لا تستحق إلا الاستعمار. وتجد هناك من شعوبنا، من أوساطنا، من يقول إننا نطالب الاستعمار بالعودة لأننا ما كنا في ظله لنصل إلى ما وصلنا إليه. ويتناسون هذا من أجل تناسي وإغفال حقيقة أن هذه الشعوب كان لديها فعلا توجهات تقدمية، توجهات عصرية لبناء دول حديثة، لاعتراف بحريات سياسية وتشكيل أحزاب وانتخابات، وتسقط سلطات ورؤساء ويأتي بدلهم سلطات ورؤساء، وبالتالي تعددية حقيقية رغم كل التحفظات على الممارسات التي كانت تشوبها. هنا سؤال يعني فقط ليصل إلى أنه في نهاية المطاف استطاعوا أن يستبعدوا تماما وأن يقطعوا الطريق تماما على فكرة النمو الطبيعي لهذه المجتمعات ولهذه الدول باتجاه العصرنة والحداثة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وغير ذلك. هذه التي كانت بدأت تمر على أرض الواقع بشكل جزئي، بشكل متخلف، لا نختلف على ذلك، ولكن كانت هذه المدرسة كانت بإمكانها التطور، بإمكانها التقديم المزيد دائما باتجاه الأفضل، لولا هذا التآمر الخارجي الذي يتهموننا الآن بأننا بطبيعتنا لا نقبل الديمقراطية، وهم الذين بذلوا كل ما يستطيعون من أجل بتر أي أساس للتطور الديمقراطي. دكتور، هناك سؤال من الكاتب الكردي المعروف ماهين شيخاني، بيقول: أنتم من المعارضين السوريين المعروفين، هل تؤمنون بوجود القومية ثانية في البلد؟ وما هو حقوقهم برأيكم؟ يعني نحن لسنا بصدد من هو رقم واحد ومن هو رقم اثنين، من هي القومية الأولى ومن هي القومية الثانية. فلو استمرينا بهذا المنطق بهذه التعبيرات لا بقينا نخض الماء، هذا بالتعبير سلمي، نخض الماء، لكن في الحقيقة نخض أشياء أسوأ بكثير إلى الأبد وما خلصنا بنتيجة. لذلك أنا أقول بدلا من قومية أولى وقومية ثانية، وبالأخص تعبير، لماذا قلت لكم في البداية هنالك تعبيرات أو مصطلحات قابلة للنقاش، تعبير الشوفينية لا تنطبق على واقعنا. لماذا؟ لأن كما قلت في تحليلي السابق، نشأت أنظمة جديدة تقطع الطريق نهائيا، تقطع صلتها نهائيا بأي تطور، بأي فكر ديمقراطي وأي تطور اجتماعي باتجاه الحرية والديمقراطية والتعددية وغير ذلك وقبول الآخر. فلذلك لا يمكن أن نقول بأن هنالك الشوفينية هنالك عدة أمثلة معروفة: النازية، الفاشية في إيطاليا، في بعض الدول التي أرادت أن تفرض ديكتاتورية حديدية لا تقبل من خارج النص أي مقولة أو أي شكل من أشكال التعبير. لكن هنا أنظمة وسلطات جديدة. هذه السلطات
لا تعترف بأي حقوق، ليس للكردي ولا للمسيحي ولا للسني ولا للعلوي ولا غيره، لا تعترف إلا بمصالحها الخاصة كسلطة، إذا هذا كحكام، ليس فكر شوفيني، كأجهزة. هذه ليست ممارسة شوفينية يا دكتور. طبعا نعود إلى الشوفينية أقصد بها أن يكون النظام بكامله، النظام القائم بكامله النظام البعثي أليس بشوفيني؟ ليس هنالك نظام اسمه النظام البعثي، هذا ما أردت أن أقوله. النظام هو نظام سلطوي، لا يمكن أن تسميه لا نظام بعثي. هو يستخدم هذه التسمية، هو لا تستطيع أن تمنع أي إنسان أن يسمي نفسه أي شيء، ولكن ليس هنالك نظام بعثي شوفيني. فنحن نعرف البعث مثلا في الخمسينات، في الأربعينات أول ظهوره، وفي الخمسينات لم يكن يعني لا تنطبق عليه صفة الشوفينية، لكن السلطة التي أمسكت كل أطراف الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني وغير ذلك، ألغت جميع السلطات الأخرى في البلاد. فهذه السلطة ديكتاتورية، سلطة تسلطية، سلطة أمنية، سلطة قائمة على الفساد والاستبداد، وهذا شيء مختلف عن مصطلح الشوفينية. الشوفينية عندما يقوم النظام كامل على عقيدة معينة لا تقبل بأي شريك، تريد الاستئصال أي شيء آخر. فهل العرب في سوريا مثلا، هل الشعب العادي هل ضد الشعب، ضد الأكراد كمواطنين، كناس، ولكن كبشر؟ حزب البعث هو الحاكم دكتور، حزب البعث هو السلطة، هي السلطة، حزب البعث هو السلطة، هو الحاكم دكتور. يا سيدي أنا قلت لك هو يسمي نفسه حزب البعث، وغيره في العراق سمى نفسه حزب شيوعي، الحكم الأيام عبد الكريم قاسم إلى آخره. في بلد آخر سمى نفسه أي اسم آخر. لكن في الواقع عندما تقول حزب البعث، هل تعلم ماذا حصل في عفوا دقيقة. كلكم تعلمون ماذا حصل في التحولات التي جرت على السلطة والممارسة السلطوية، ليس في سوريا فقط، في كل الأنظمة، في اليمن، في ليبيا، في الجزائر، في جميع الدول العربية بدون استثناء. لا أريد أن أكرر، جميعها بدون استثناء. فهذه ليست شوفينية، لأن الشعوب لا علاقة لها بها، المواطنون لا علاقة لهم بها، بل بالعكس هم الذين كانوا ضحية لهذه الممارسات. فكيف يمكن أن نطلق عليها شوفينية السلطة، احتكار السلطة، ديكتاتورية السلطة؟ يمكن أن تقول ما تشاء، عن تصف السلطة، تحمل مسؤولية للسلطة لممارساتها، لأجهزتها، إلى آخره. ولكن الشعوب، ما ذنب الشعوب؟ الشعوب ضحية. الشعوب بغض النظر عن أي طائفة، أي دين، أي حزب، أي إلى آخره، الشعوب على الأرض هي ضحية بالكامل، ضحية على قدم المساواة. لا يستطيع أحد أن يدعي بأنه ظلم أكثر من الآخر. هنالك سلطة ضد الشعب. هذا هو التحليل الصحيح القريب من الذي يجسد الواقع. وهذا ما سننقله إلى الدكتور بالعلوم السياسية الدكتور كاوى عزيزي. إذن حزب البعث ليس بسلطة، والحكم ليس بشوفيني. وتعليقك على كل ما تفضل به الدكتور عارف دليلا، وشكرا. تفضل. في الحقيقة بعد مجيء حزب البعث على السلطة اتخذ سياسات فاشلة جدا في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي. يعني كان ناجح فقط في المجال الأمني والسيطرة على الوضع
قمع الحريات واعتقال النشطاء إلى ما هنالك. في نفس الوقت لتثبيت سلطتها والدخول في أمزجة الشعبويين السوريين، قام النظام منذ عام 1962 بوضع مشاريع شوفينية عنصرية ضد القومية الكردية. ومن هذه المشاريع أول مشروع هو مشروع الحزام والإحصاء. هذا المشروع الحزام العربي يعني طالب هلال مسؤول الأمن السياسي في الجزيرة كتب اقتراح للنظام بوجود أكثرية كردية في منطقة الجزيرة، ولا بد من الحد من هذه الأكثرية من خلال زرع مستعمرات عربية في هذه الأراضي وطرد الكرد من المنطقة. طبعا هناك تفاصيل حوالي 13 نقطة كتبها طالب هلال، بأنه عدم إعطاء الفرصة للعمل للأكراد، أخذ مصادرة أراضي الكرد، منع اللغة الكردية، تهجير الكرد، وفي نفس الوقت مجيء العرب من الداخل واستيطانهم في مناطق كردية على الشريط الحدودي بطول 190 كيلومتر وعمق 10 إلى 15 كيلومتر، وتجهيز هذه المستعمرات بالأسلحة وتقديم كافة الخدمات من مياه وكهرباء وخدمات زراعية لهم، وتقويتهم ضد الكرد كما تفعل إسرائيل في مستعمراتها في الضفة وقطاع غزة. المشروع الآخر العنصري الشوفيني ضد القومية الكردية حصرا وفي محافظة الحسكة الجزيرة، وهو الإحصاء الجائر ضد الكرد، والذي بموجبه سحبت الجنسية السورية من حوالي 200 ألف كردي، وهم ما زالوا يعانون حتى الآن بعد مرور 60 عام. لا زال هناك مكتومين وأجانب في منطقة الحسكة ليس لهم أي حقوق مدنية في هذا البلد. وبالتالي هذه السلطة ليست شوفينية فحسب، بل إنها طائفية. ونحن نعلم بأن السلطة البعث مستولي عليها من قبل طائفة معينة، ويستخدم كل سلطاتها ضد طائفة أخرى، وهو أصلا حول الثورة السورية إلى حرب داخلية طائفية بين طائفتين معينين. أعتقد أن الأنظمة ليست شوفينية فحسب، أنها شوفينية وطائفية وديكتاتورية واستبدادية في نفس الوقت. هنا لا نستطيع أن نتهم الشعوب بأنها شعوب شوفينية، لكن في الواقع وهذا هو حقيقة، وخاصة أنا أعيش في العراق وأرى بعد 17 سنة. في سؤال من أحد المتابعين يقول: أليس الحاكم من رحم هذا الشعب؟ طبعا بالكردي كمان يقول الله يشوف الراس ويحط الطاقية عليه، يعني وبالماركسية كمان يقولون البناء الفوقي هو انعكاس للبناء التحتي. يعني فبالتالي إذا كانت شعوبنا ضد الشوفينية قاموا بثورة ضد هذا النظام. للأسف يعني هذا النظام كان يمارس سياسة شوفينية عروبية، وكان كل العرب مبسوطين من هذه السياسة، وهو معادي للكرد وللعناصر الغير كردية عفوا العناصر الغير عربية في سوريا مثل المسيحيين والدروز وغيرهم. هؤلاء عرب يعني في المهم فقصدي هو في نفس شعبي عربي
شوفيني ضد المكونات الأخرى الغير إسلامية والغير عربية. يعني تصور يا دكتور عارف دليل بعد 17 سنة من إسقاط صدام حسين وإيجاد ديمقراطية في العراق وكتابة دستور ديمقراطي، البارحة كنا شهود بعد المجازر الدموية بين السنة والشيعة اتفقوا مع بعض ضد الكرد في البرلمان العراقي وقطعوا أرزاق الكرد. أليس هذا الشوفينية؟ والائتلاف السوري الرافض لحد الآن تغيير اسم سوريا. لحظة شوي. في سوريا الآن نحن في الائتلاف، نحن نعاني من شوفينية الائتلاف، والائتلاف معارضة. بالعكس هناك أعمال لبعض الفصائل الموجودين في الائتلاف دكتور هذا أعمالها أوحش بكثير من معاملة النظام للمعارضة. دكتور كاوا، أنت أحد قيادي حزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا نقد كبير عليك وكحزب. ولماذا أنتم في هذا الائتلاف الشوفيني أو كما يسميه الشعب المرتزق أو التابع لأردوغان من تركيا؟ يعني أنتم لماذا لحد الآن لا تنسحبون من هذا الائتلاف الذي يوميا، حتى البارحة هناك أكثر من 50 شخصية وكيان سياسي واجتماعي طالبت باعتبار الائتلاف منظمة إرهابية؟ أنتم لماذا يعني؟ وأعرف لكم تاريخ نضالي عريق نفتخر فيه جميعا ككرد على سواء عن النضال الوطني السوري أو القومي الكردي، فلماذا أنتم لحد الآن؟ سؤال عجيب، يعني بقاءكم عجيب وغريب، لا أحد يعرف لماذا أنتم مستمرون في هذا الائتلاف الشوفيني. أولا أستاذ سليمان، نحن عندما انضمينا إلى المعارضة السورية انضمينا باتفاقية، وهو اتفاقية بين المجلس الوطني الكردي والمجلس الوطني السوري. هذه الاتفاقية نحن نفتخر فيها، لأول اتفاقية بين الكرد والعرب بشكل رسمي في سوريا، وهو أول علاقة رسمية بين الطرفين. الشيء الثاني تحول المعارضة السورية إلى ائتلاف ودخل فيها الفصائل المسلحة وأحزاب كثيرة أخرى، ونحن بقينا كجسم مستقل في المعارضة السورية كمجلس وطني كردي، كممثل عن المكون الكردي في سوريا، وهذا أيضا انتصار سياسي. ولكن تغيير اسم الجمهورية العربية السورية. لحظة شوي، نحن اتفقنا معهم باسم الجمهورية السورية وهو مكتوب وهو وثيقة، ولكن لم يلتزموا، فلماذا بقاءكم؟ نحن لا بالسياسة مو طخوا واشلع مخه، مو هيك السياسة، مو هيك. ليش أكراد العراق ما انسحبوا من البرلمان عندما اتفقت عليهم السنة والشيعة؟ ما يجوز في السياسة فورا تطلع من العملية السياسية، هاي عملية سياسية وحدة وصراع. نحن سنسارع وسنبقى، هذا هو مكاننا الطبيعي. هذا هي المعارضة السورية المعترفة دوليا، هي التي تجلس مع النظام وتتفاوض مع النظام على مستقبل سوريا. غدا هؤلاء سيحكمون، بدي أطردهم؟ ما بدي أدخل في العملية السياسية. عفوا بس دقيقة. نحن في الائتلاف لكن نعارض السياسة الائتلاف التي تؤيد بدخول تركيا إلى سوريا، التي تؤيد بالكثير من الفصائل، ونحن ضد هذه السياسة. وأصبح هناك مشاكل كبيرة بيننا وبين الائتلاف وبيننا وبين الدولة التركية، لأننا رفضنا احتلال التركي لعفرين وكوباني وغريسبين في الأبيض، ونحن صار سبب جمدنا نشاطنا في الائتلاف لشهور عديدة، حتى مرة أخرى طلبوا منا بالعودة، وصار اتفاق جديد بأن تم تشكيل لجان بتقصي الحقائق في عفرين وفي كوباني وفي تل أبيض. لكن للأسف هناك عوارض، هناك من يعارض ولا يسمح بتقصي هذه الحقائق، ومنهم الفصائل الموجودة على الأرض،
ومنهم هذه الفصائل الموجودة في الائتلاف وقسم من الائتلاف، والدولة التركية أيضا لا تسمح بتقصي هذه الحقائق. لكن بالرغم من هذا كتب الكثير من الحقائق هناك بأن ما يقومون به فصائل المعارضة في منطقة عفرين ورأس العين وتل أبيض جرائم، يعني جرائم بحق الإنسانية، جرائم حرب، يعني يقومون بجرائم حرب. يعني أنت تقتل، أنت تقلع الشجر، أنت تطرد المواطن من مكانه، تطرده من منزله، تسكن منزله، تمنعه من كل شيء، تمنعه من أسلوب حياته، تقلعه من أرضه، تجي كمستوطن من منطقة غريبة تسكن في أرضه، تستولي على بستانه وتقلع أشجاره. دكتور، ما يحصل في عفرين يرتقي إلى جرائم حرب، يرتقي إلى جينوسايد. ولكن سننتقل سؤالك إلى الدكتور عارف دليلة. برأيك دكتور، هل كما تفضل الدكتور كو عزيزي سيكون الحاكم لسوريا المستقبل هو الائتلاف؟ تفضل دكتور. بداية ملاحظة أنه أنا لا أتدخل بإدارة الوقت، ولكن يعني القضايا اللي طرحها الوقت الكامل، القضايا اللي طرحها الأخ يعني كان بحاجة إلى أضعاف. هو أدخل الأشياء في بعضها بشكل أنه بحاجة لعدة حلقات نقاش، ويمكن 3/4 الوقت أعطيناه، وأنا مستمتع، يعني ماني محتاج. ولكن ليس هناك تقسيم عادل، وأنا أخذت ربع الوقت. لا على كل حال لك كامل الوقت دكتور، تفضل. نعود ونقول إن المسألة مسألة تطور الأنظمة السياسية، ولا يمكن يعني هناك نوع من تحوير القضية وتغيير في جوهر القضية. عندما نقول هناك شوفينية شعب عربي ضد أين شعب عربي ضد شعب كردي؟ أين الشعب العربي؟ وكيف ظلم الشعب العربي الشعب الكردي، أو العكس مثلا كما يقال حاليا يقال في الجزيرة. الديريين الذين في عفرين قبولهم بالاحتلال التركي ويكونوا مرتزقة يا سيدي، أنا هذا الذي سأقوله. هؤلاء يمثلون بالعدد 2% من الشعب السوري، سواء كانت السلطة الأنظمة الحاكمة أو أعداء السلطة ومعارضوها، مع بعضهم يمثلون 2% من الأمة، من الشعب. فكيف يمكن أن نعتبر أن موظفا ما، مجموعة موظفين 1000 10,000 20,000 موظف هو الشعب وهو الأمة، ونسير مسألة الشوفينية شعب ضد شعب آخر إلى آخره؟ إننا نظلم 98% من الناس في هذه الحالة. وهنالك أخطاء كثيرة من التي عددها الأخ كاوا، ويمكن أن نضيف إليها الكثير، سواء كانت أخطاء بحق الكرد وربما بحق غير الكرد، بحق البعثيين أنفسهم. أظن أن البعثيين ظلموا، يعني إذا سمينا السلطة بعثية، البعثيون في السلطة ظلموا رفاقهم وظلموا أعضاء حزبهم، يمكن أكثر مما ظلموا أي مواطن آخر أعضاء من حزبهم. العلويين الذين يقال بأنهم هم السلطة وهم الذين اعتدوا على السنة، ويقال السنة التنظيمات الفصائل اعتدت على العلويين. يا أخي، هدول 2% فقط من الأمة، سواء كانوا سلطة أو أعداء سلطة، إنهم مسلحون، إنهم متطرفون، سواء في السلطة أو في غير السلطة، بغض النظر عن طائفتهم وعن دينهم وعن قوميتهم وعن إلى آخره. يجب أن نركز تحليلنا على الأنظمة السياسية، كيف تطورت، كيف أخذت هذا الشكل، كيف ما هي ممارساتها في الشأن الاقتصادي، في الشأن الاجتماعي، في الشأن التعليمي، في الشأن الثقافي، في الشأن الفنون، في كل المجالات.
عندما نحور المسألة هذه التي هي جوهر الموضوع، عندما نحورها إلى مسألة شوفينية، شعب ضد شعب، عرب ضد أكراد، أكراد ضد عرب، الآن يقال في الجزيرة أكراد ضد عرب. طيب هؤلاء ليست مسألة أكراد ضد عرب أو عرب ضد أكراد، وإنما هم المتنفذون لا يزيدون. وأؤكد دائما، وكنت في كثير من كتاباتي أؤكد أنهم لا يزيدون عن 2% من الشعب. إذا مسألتنا مشكلتنا هي مشكلة هذا الشكل من أشكال السلطة، هذا الشكل من أشكال السلطة، وهذا الشكل من أشكال الاستبداد. في دير الزور ارتكبت يعني جرائم بحق الكرد دكتور. يعني في الآن في الجزيرة جماعة أبو فارس، محمد فارس، ما بعرف، هي عشائر اللي وقعت 700 شخصية ضد الحوار الكردي. أليس هذه شوفينية ضد الكرد؟ أنا أقول هذه جرائم وأخطاء وإلى آخره، ولكن أنت تسميه محمد فارس وطالب هلال وغير ذلك، تسميهم بأسماء رجال سلطة. لماذا لا نسميهم بحقيقتهم كرجال سلطة، كأجهزة أمنية، كإلى آخره؟ لماذا نقول شوفينية عربية ضد شوفينية كردية أو كردية ضد عربية؟ وقوى الائتلاف حينما يرفض لحد الآن يتمسك باسم الجمهورية العربية السورية ويبارك الاحتلال التركي في عفرين. سأصل إلى قوى الائتلاف وسأقول إنهم جزء من هذا 2% من الشعب ومن الأمة. من الذي نصبهم؟ هل الشعب هو الذي اختارهم وانتخبهم؟ فكيف نحمل الشعب مسؤولية ما يمارسون هم وغيرهم من الممارسين للديكتاتورية والفساد؟ وهم يستحقون كل التهم التي توجه إلى السلطة من فساد. أقول ربما قليل منهم لا ينطبق عليه ذلك، ولكن في معظمهم يستحقون كل ما تتهم به السلطة من فساد ومن استبداد ومن يعني استئصال وغير المستقبل. أليس هم رجال سلطة سوريا؟ دكتور بس ليس هم ولا غيرهم رجال سوريا المستقبل، لأن الشعب السوري الذي يجب أن يختار رجال سوريا المستقبل حتى الآن مستبعد كليا. والآن تدار المسألة، الآن تتخذ القرارات من قبل ممثلي الدول المحتلة المستعمرة المغتصبة لسوريا ولثرواتها ولأرضها والتي تدمر وتقتل دكتور عفوا في نقطة صغيرة. أنت تؤكد على لساني بأنني أقول أن الشعب العربي شعب شوفيني. أنا ما قلت هيك. أنا قلت أنت تقول شوفينية. شوفينية من؟ شوفينية من؟ شوفينية السلطة. مسجل. أنا قلت لا يجوز أن نتهم شعب بالشوفينية. قلت لكن هناك نفس شعبوي عروبي ضد الكرد. طيب في نفس شعبي كردي، لكنني لا أتهم الكرد بهذه الاتهامات. لأننا ما نضطهد أحد، نحن مضطهدون. يعني أعطيك أمثلة. والعرب مضطهدون والمسيحيين بكل طوائفهم مضطهدون كما هم الكرد. وربما دفعوا ثمنا أغلى بكثير مما دفع الكرد. أعطيك أمثلة صغيرة يا سليمان. يعني النفس العروبي، قلت النفس العروبي الشعبوي المعادي للكرد. مثلا جابوا حوالي 250 ألف عربي من منطقة الرقة وحلب ومناطق سد الفرات وأسكنوهم في منطقة الجزيرة في شريط حدودي ما يسمى بالحزام العربي، وهم أتوا لهدف تعريب المنطقة وأخذوا أراضي الغير وهم يعرفون لمن هذه الأراضي، ويعرف أن جاره الكردي لا يملك أرض، وهو ما زال لحد الآن له نفس شوفيني ضد الكرد اللي متعايش معه. واحدة. اثنين، سحبت الجنسية السورية من حوالي 200 ألف كردي. ماذا هذا النظام؟ أين موقف المعارضة؟ وين كان الموقف العربي من تحريم 200 ألف كردي لمدة 60 عام من الجنسية، وهو أقل ما يقال حق إنسان؟ يعني أي إنسان له حق في الجنسية.
مين دافع عن الشعب الكردي بأن 200,000 كردي عايش معه من دون جنسية، من دون أي مستمسك؟ وأنا هيك ما يحدث الآن في عفرين وسرقة لحظة شوي. النقطة الأخرى، الشعب العربي يعرف أنه يعيش إلى جانبه شعب آخر يختلف عنه في التاريخ واللغة والجغرافيا والثقافة وكل شيء. ألا يقول أين حقوق هؤلاء البشر؟ نحن حتى الآن في المعارضة نعاني، يعني نعاني من النفس الشعبوي العروبي الشوفيني. يا دكتور، يعني أنا طبعا أنا لا أتهم فلاح درعا ولا فلاح حمص ولا حماه ولا غوطة دمشق، لكن هناك نفس نقول نفس لا نعني كل الشعب. الكلمة تسمح لي كمل، تسمح لي كمل بس، لأنه نعم يعني فضل. يعني الأشياء التي تفضلت بذكرها نحن نعترف ونقول بأنها أخطاء وإنها جرائم، ولكن هل كان الذين يسكنون على شاطئ فرات في أفضل تربة زراعية في العالم، هل كانوا يحلمون بالمغادرة واحتلال أراضي الغير والسكن، أم أن السلطة قامتهم من هنا وأخذتهم إلى هناك؟ هل حرمان لنفترض هناك مبسوطين وجايبين أقاربهم معاهم كمان الآن؟ لا دكتور كاو، عفوا خليه يكمل الفكرة وبعدين لك الكلمة. عشان نعرف انهم مبسوطين هذول، ما رفضوا، ما قالوا نرفض نجي على اراضي الغير، ما قالوا هذا الشيء، بالعكس طلبوا المزيد. دكتور يا سيد الكاميرا شوي للخلف، ارجع بالكاميرا شوي للخلف مشان الصورة. لو ان احدا طلب عمل استفتاء بينهم، هل ترغبون بالبقاء في اماكنكم أم ترغبون في الانتقال إلى أراضي نصادرها من الكرد ونعطيكم إياها؟ لكانت الأغلبية والأغلبية الساحقة قالت نحن مع البقاء في أماكننا. فإذا مسألة ممارسة السلطة هذه ناحية. أين أماكنهم؟ أماكنهم في مناطق الغمر التي هجروا منها. طيب الآن إن شاء الله بعد فترة سينجح الثورة السورية أو سينجح المفاوضات وسيأتي إلى أنه كل واحد يرجع لمنطقته. هل سيعود هؤلاء إلى مناطقهم؟ أنت ستكون شاهدا إذا الله أعطانا العمر. عفوا دكتور كوا، مستعدين لحروب أهلية ولن يتزحزحوا من مكانهم. طيب خليني بس كمل. طيب الأكراد الذين تقول سحبت منهم الجنسية، هل الشعب السوري هو الذي سحب منهم الجنسية؟ أنت تسمي الأشخاص بالاسم. نظام. الذين نقلوا السوريين من مناطق الغمر إلى المناطق الحزام العربي، أو الذين سحبوا الجنسية أو ما رفضوا الاعتراف بالجنسية، هم أشخاص أنت تسميهم بالاسم. فلماذا نعمم ونقول العرب والنفس القومي العربي؟ هل العرب البسطاء؟ هاي قصص يا دكتور كوا خليه يكمل فكرته. يعني هل هؤلاء البسطاء، هل ملايين العرب، اسمح لي، هل ملايين العرب عندهم نفس قومي عربي ضد الأكراد؟ كان الكردي طالع مظاهرات في قلب دمشق، مظاهرات كردية 100%. هل وجدت يوما من الأيام أن أحدا تلفظ وليس هاجم أو اعترض أو عارض هذه المظاهرات أو تلفظ بكلمة واحدة تسيء إلى هؤلاء المتظاهرين؟ طيب أين النفس الشوفيني؟ تعطيني فرصة صغيرة. بس كلمة واحدة على أنه حتى المعارضة، يا أخي ليست هنالك معارضة رسمية حتى الآن في سوريا ناجمة عن الشعب عندما خرج في تظاهرات
الشعب أفرز متحدثين باسمه، ولكن هؤلاء المتحدثين باسمه لم يصلوا لا إلى المجلس الوطني ولا إلى الائتلاف ولا إلى الفصائل المسلحة. هؤلاء زرعوا من قبل قوى خارجية، عينوا بالاسم، اختيروا بالاسم، وزرعوا وأغرقوا بالمال وأغرقوا بالامتيازات وأغرقوا بالدعم الدولي الكاذب المدمر الذي كان يهدف إلى تدمير سوريا. دائما أنت تأخذ نقول عن كل الشعب، مو كل الشعب. دكتور كوا، لا خليني أجاوب هون. بس هناك سؤال آخر لك، سؤال أكثر أهمية دكتور. لحظة شوي. لا لحظة. لا دكتور، بس لا مشان الدكتور يعني ما نقطع عفوا، ما بصير تدخل هيك. دقيقة يا أخي، بس دقيقة. بعد الانتفاضة الكردية 2004 هل تعلم أن عرب المنطقة وعرب الغمر الموجودين في المنطقة وزعوا فيما بينهم آبارنا وقرانا وأراضينا، بل حتى حددوا سبي بناتنا، لكن الحمد لله أصبح هناك تدخل دولي وتم توقيف الهجوم على المنطقة الكردية، وبضغط أمريكي ومن إقليم كردستان ضغطوا على بشار الأسد أن يوقف الحملة، وكان مقرر تدمير منطقة القامشلي ونهب، ومثلما حدث في شنغال. أنت تعلم ماذا حدث، كلها من العشائر العربية الموجودة حول شنغال. هؤلاء الناس الذين عاشوا مع اليزيديين خلال أكثر من 1000 سنة انقلبوا عليهم وسبوا نساءهم ودمروا بيوتهم وسرقوا أموالهم وقتلوهم وسبوهم. ونفس الشيء انظر إلى عفرين. في عفرين يا أخي غزو. معقول تجي تقطع أشجار الزيتون وهي مقدسة ومذكورة في القرآن الكريم، وكل 200,000 أو 400,000 عربي موجودين في عفرين الآن وكلهم مستوطنون، ولا صوت واحد يقوم بهذه الأشياء، ولا صوت واحد. أنت شريك دكتور. هنا اسمح لي أنقل رأي الدكتور محمود عباس السياسي المشهور، يقول أول شيء المجلس لا يمثل إلا نفسه، لا يمثل الكرد. النقطة الثانية دكتور، أنت تحكي عن ناهبي عفرين أو جينوسايد عفرين، ولكنكم أنتم شركاء أو لا اللي يرتكبون جرائم يومية جينوسايد في عفرين هم أعضاء شركاء لكم في الائتلاف. نحن لسنا شركاء لهؤلاء الإرهابيين، نحن جزء من المعارضة السورية، ونحن مكون منفصل من الائتلاف مستقل، نمثل المكون الكردي في الائتلاف، وهذا ليس معيبا. نحن لا نؤيد الاحتلال التركي. الدكتور محمود عباس يقول أنتم محمود عباس له حرية الرأي، له رأيه. أنا لا أقول أنا أمثل الدكتور محمود عباس، هذا رأيي الشخصي. تمام، أشكرك. أنا أدافع عن الشعب الكردي في سوريا، ولا أتهم الشعب العربي بالكامل أنه يشوفيني، لكن أقول هناك نفس شعبوي في قسم كبير من العرب. هذا النظام. طيب المعارضة أيضا بكل الشعوب في شوفينيين. سنعود إلى الدكتور عارف دليلة. دكتور أتمنى أنه لا تتحول إلى اتجاه معاكس، يعني أنه طبعا لا في أشياء يعني يأخذها على لساني وكأنه أنا أقول كل الشعب العربي شوفيني. لا أنا أعرفك شخصيا ذو تاريخ نضالي مناضل وشخص صديق عزيز، أعرفك شخصيا، وكذلك الدكتور عارف دليلة أخ وصديق عزيز. أعرف أنه لا تقصدون أنه اتهام الشعب، إنما هناك في لكل قاعدة شواذ، في كل شعب، في كل مكون، حتى في العائلة الواحدة هناك شواذ. دكتور حواراتنا هو لأجل وصول إلى ما نصبو إليه، إلى سوريا الغد. دكتور سوريا لكل السوريين بدون إخصاء أي مكون، أي حق من حقوق، سواء فرد إلى سواء شعب. يعني دكتور أنت قلت لا أعترف بوجود شعب أول ولا شعب ثاني في بلد كسوريا متعددة الأعراق والطوائف. هناك نظام حكم فيدرالي،
في أوروبا، في أمريكا، في كندا، في دول الإسكندنافية، يعني في كل الدول أثبتت التجارب أن هناك النظام الفيدرالي هو خير نظام لإدارة شؤون بلد المتعدد الطوائف. لماذا كل يعني المعارضات السورية، المعارضات ككل وخاصة الائتلاف، وأيضا تشترك مع النظام في رفض النظام الشكل الفيدرالي للحكم؟ يا سيدي، كل الأحداث والظواهر التي يتحدث عنها نحن نتفق تماما في الرأي حولها. ليس لدينا رأيان متعارضان، لا أؤيدها، لست أنا الجانب الذي يؤيدها، ولست أنت الجانب الذي يؤكدها. نحن متفقان، الغلط غلط، لكن أين جوهر المشكلة؟ عندما نهمل جوهر المشكلة نقع في الضياع الكامل، وهذا هو واقعنا الآن. جوهر المشكلة هو النظام. عندما تقول لي إنهم قبلوا في نقلهم من الغمر إلى هناك، إنهم قبلوا في كذا، إنهم قبلوا، لماذا قبلوا؟ لأننا نعيش في ظل نظام سياسي قائم على ذلك. نحن نطالب الجميع بأن يكونوا شركاء في نضال مشترك من أجل إصلاح، من أجل تغيير طبيعة الأنظمة التي نعيش في وسطها، محكومين من قبلها، بخلاف بعيدا عن دولة القانون، دولة المساواة، دولة الديمقراطية، دولة التعددية، دولة الحرية والكرامة والاعتراف بالآخر والتمييز بين الناس وغير ذلك. عندما نتفق، عندما نتحد جميعا ونعتبر أن هذه القضية هي قضيتي كما هي قضيتك أنت، كما هي قضية أي إنسان سوري آخر، عندما نصبح في بوتقة واحدة نناضل من أجل قضية واحدة، عند ذلك نخرج من هذا الضلال ومن هذا الضباب ومن هذه المشاحنات التي يعني لا نخرج منها إلى نتيجة إيجابية أبدا، لا في صالحك ولا في صالحي ولا في صالح أي شخص آخر. هذا ما أريد أن أؤكد عليه، إن هؤلاء تشكلوا في ظل نظام سياسي قمعي أمني معين، نظام قائم على الفساد لخدمة أرباب المصالح الفاسدة ولخدمة أرباب الفساد. وهؤلاء لا يقتصروا لا على العرب ولا على أي طائفة منهم ولا على الكرد، هم موجودون لدى الجميع كما قال الأخ سليمان، موجودون لدى الجميع. وبالتالي يجب أن نعود إلى جوهر القضية ونتحد حول جوهر القضية حتى لا نضيع الدرب. هذا ما أريد التأكيد عليه. دكتور عارف دليل، تقول أن النظام والمعارضات ليست المعبرة، ليست الأطر المطلوبة أو من الشعب السوري أو المرجوة لتحقيق آمال الشعب السوري. عارف دليل، الشخصية وطنية معروفة من أيام ربيع دمشق، عشنا معا وناضلنا معا دكتور، ولك كل الاحترام من غالبية مكونات الشعب السوري ومن الكردي على رأسهم. يعني نعرفك، لو كنت رئيسا لسوريا، وهناك من يرشحك حتى أن تكون رئيسا لسوريا الغد، لا سمح الله هل ستقبل؟ لماذا نتمنى ذلك؟ أنا شخصيا أتمنى. هل ستقبل بالنظام الفيدرالي التعددي العلماني؟ سأقبل بنظام المساواة. عندما يختار الشعب أن تكون كل منطقة لها استقلال ذاتي بنسبة معينة، فعند ذلك أنا سأقبل بذلك. ما يعني يختار الشعب ما هو أفضل له، ولكن الشعب ليس فئة معينة من الشعب. دكتور، لنبتعد عن المفردات المبهمة، يعني خلينا نكون واقعيين. يعني الكرد هم المكون الثاني بحسب كل الدول اللي جبنا أمثلة من الدول الأوروبية. البلد المتعدد الأعراق والقوميات يحتاج إلى نظام تعددي لا مركزي، إلى نظام فيدرالي، وشفناها. والفيدرالية ليست تقسيم للبلد وإنما تمثيل لوحدتها الوطنية. دكتور
ليس هنالك في أي بلد عصري، في أي نظام، في أي دولة عصرية محترمة متقدمة ديمقراطية كما تقول، لا يوجد فيها أول وثاني. في الولايات المتحدة المجتمع مقسم تقسيم كان إلى ما قبل عدة عقود قائما على أساس عنصري، بيض وسود. الآن من يتجرأ أن يصف الآخر بأنه أسود أو عبد أو زنجي أو أبيض عنصري إلى آخره. كل إنسان يحاسب وفقا للقانون بغض النظر عن لونه ودينه وجنسه وغير ذلك. لا يوجد واحد اسمه أول وثاني. أنا ضربت في عدة مناسبات، ضربت أمثلة. أن شعوبنا ستصل إلى هذه الدرجة من الوعي؟ هي موجودة في هذه الدرجة منذ مئات السنين، لكن الأنظمة التي تقوم عليها منذ مئات السنين لا تمثلها. دكتور، ما بدنا نلقي قصائد شعر عاطفية، بس نحن الواقع الذي نعيشه كسوريا. أنا واحد من الناس أكثر المقالات ندما عليه، كتبت أنه السوري بكل مكونات السوري إن كان عربيا أو كرديا هو أفضل من كل شعوب العالم، ولكن أثبت أن السوري هو آخر شعوب العالم. ما نشاهده منذ 10 سنوات جرائم السوريين يرتكبونها ضد بعضهم البعض. يعني صرنا يعني اسمح لي يا اخي سليمان انه انا عارضك في الندم على الاقل. لماذا؟ لانه عندما احتلت ما يسمى بالمعارضه، احتلت الشمال السوري ومدينه حلب والمدن الاخرى كما يقال 75% من سوريا، فإن كثيرين من هؤلاء بالملايين نزحوا إلى الساحل، حيث يتهم الشعب بأنه هم الذين يديرون السلطة ويتسلطون ويستفيدون من السلطة وإلى آخره. لكن هل سمع أحد بأن مواطنا سوريا جاء من تلك الأطراف وبعضهم كان أبناؤهم يحاربون مع الفصائل ضد النظام؟ هل تعرض أحد سواء حتى بالسب أو بالأحرى بالضرب أو إلى آخره؟ هل حدث حادث واحد بين هؤلاء الناس؟ هذا ليس فقط في ساحل، هناك في كوباني، في عفرين، كان عدد اللاجئين من المناطق الأخرى التي تشهد حروب ونزاعات وهم ليسوا من طائفة واحدة فقط، بلغ عددهم عدد سكان كوباني وعدد سكان عفرين. ولم يحدث بين الكرد سواء في كوباني أو عفرين أو غيرها وبين اللاجئين إليهم أي حادث أمني أو اقتتال طائفي أو غير ذلك. فإذا لا نسمح لأنفسنا بالشطط والندم على القول بأن السوريين كانوا كذا وصاروا كذا. ليس السوريين هم الذين اختطفوا وذبحوا وقتلوا وعذبوا وإلى آخره، وإنما هم فقط 2% التي أتحدث عنها دائما. يسأل أحد شعرائنا الكرد السوري عبد الخان تلدار، بيقول أنه هل تقبل للكردي أن يكون رئيسا لسوريا؟ هل تقبل بالدكتور كاو عزيزي يكون رئيسا لسوريا؟ طبعا ليس عندي، وأظن عند كل إنسان عاقل ليس عنده أي مانع في أن يكون الكردي رئيسا ورئيس وزارة. وكان ذلك في بداية الخمسينات، كان القسم الأكبر من المسؤولين السوريين من الأكراد ولم نكن نعرفهم. كنا نغني في طفولتنا في المدارس طيارة ونحن في ريف منقطع عن العالم، لا جرائد ولا إذاعات ولا تلفزيونات ولا كنا نغني اسمح لي كنا نغني طيارة طارد بالجو فيها عسكر، فيها خيل، فيها إبراهيم هنانو راكب على ظهر الصانو، ولم نسأل يوما. أنا أقول لك حديثا عرفت أنه إبراهيم هنانو كردي. طيب كنا نغني، من لم يقل لنا أحد، لم يكن هنالك نفس كما يسميه الأخ كاوا، نفس شوفيني،
لم نسأل عن رئيس الوزراء الفلاني والوزير الفلاني ورئيس الجمهورية الفلاني هل هو كردي، لأنه هو أيضا لم يتصرف على أنه كردي، هو كان يتصرف على أنه سوري. ولكني لو أكون رئيسا لسوريا لأجعل النظام الحكم فيدراليا يعني، وآنذاك هل تقبلوني برئيسا؟ يا سيدي، من طرحوا مسألة الفيدرالية الآن يقولون كان طرحنا خاطئا. لماذا؟ ربما يكون صحيحا، ولكن عندما يطرح على مستوى الشعب بكامله ويقره الشعب بكامله بمؤسساته، لكن أن يطرح من طرف ويفرض على الآخرين ويسمى ديمقراطية، هذا شيء غريب يعني. وهذا مثلا نقوله للدكتور كاوا عزيزي الذي يقول يعني الدكتور أخذ كل الوقت. أنا شو وين؟ تفضل دكتور. لا سيكون توزيع عادل. تفضل اسأل. لا يعني أنت دكتور قال هناك من الكرد الطارحين الفيدرالية رفضوا، وأنت سألت من هم، وأنا واحد من الناس اللي طالبت بالفيدرالية وأنا نتخلى عنها يعني. الكردي يعني جبت مثال، لو أني أنا أحكم سوريا ككردي سأحكم بالنظام الفيدرالي. في علم السياسة الحديث الدول المتعددة القوميات والأديان والطوائف مسألة الفيدرالية هو نصف الحل لمشاكل البلد، وحتى إن كانوا البلد واسع جغرافيا وحتى من قومية واحدة مثل ألمانيا، النظام الفيدرالي هو أفضل بكثير من النظام المركزي. المشكلة هون كمان لا تقولوا إنه الشعب العربي، في الشعب العربي لا يحب التعددية، لا يحب التشاركية، ثقافته ثقافة مركزية، لا يقبل الغير المخالف دينيا ولغويا، وهذا جزء من الثقافة. يعني أنا ما أقول أن نعاني من الشعب الفلاني، نحن نقول نعاني من ثقافة مغلقة، من ثقافة لا يقبل الآخر، ثقافة عنصرية شوفينية. ونحن نعيش هذه الحالة على ظهورنا من مئات السنين مع الأتراك ومع الفرس ومع العرب. يا دكتور ما نتهم أحد. يعني 30 مليون كردي في تركيا، وين الأحزاب المعارضة التركية اللي تدافع عن الكرد؟ أردوغان على أساس مسلم وكذا امبارح قال ما في قضية كردية في تركيا. في سوريا من يعترف بالقضية الكردية في سوريا؟ من يعترف بحقوقي؟ هل تقبل بفيدرالية كردية في سوريا؟ فيدرالية سورية، فيدرالية مو فيدرالية كردية، فيدرالية لكل سوريا دكتور. سوريا فيدرالية، ومن ضمن سوريا الفيدرالية الكرد لهم حق في يعني إقليم فيدرالي. تماما وهذا حق طبيعي يعني. تماما. لأنه نحن كأقلية في سوريا نعاني من الزحف العربي من الجنوب. تصور يا دكتور عفرين، أعطيك مثال. قبل 3 سنوات الكرد كانوا يمثلون 90%، الآن الكرد يمثلون فقط 30%، يعني 60% تم تهجيرهم وزرع 400,000 عربي في أماكنهم. طيب إذا ما في فدرالية تحميني، كيف بدي أحمي نفسي من الزحف العربي؟ دكتور كاوا، في الصديق الأستاذ فيصل نعسو يسأل ما هو موقفكم من مستقبل سوريا؟ هذا سؤالنا الأخير سنكون إنه سوريا إلى أين؟ موقفنا من سوريا المستقبل نحن كتبناه مع الائتلاف، ونحن ومجموع الأحزاب الوطنية الكردية، الحوار الكردي الآن نقول بأن نطالب بسوريا فيدرالية، وأن يكون للكرد في هذا البلد إقليم فيدرالي. تمام. طبعا نشكر كل اللي عم بيحيونا وبيتواصلوا معنا، أسئلة كثيرة وهناك مشاركين كثر. يحييكم ضيوفنا الأعزاء الدكتور عارف دليل، الدكتور كاوا، كثيرين يحييكم ويقولون أنه لنعمل معا على بناء سوريا يرضي طموحات كل شرفاء ونزهاء سوريا. دكتور، سؤالي الأخير لكما اثنين،
سوريا إلى أين بعد هذا الجدال الذي نشهدناه الآن ونشهده على الساحات والمنصات السورية؟ وسوريا إلى أين دكتور عارف دليلة؟ السؤال الأخير، يعني معك 5 دقائق. طبعا سؤال مهم جدا. سوريا إلى أين؟ أين سوريا الآن؟ دعنا نقول أين سوريا الآن حتى نقول سوريا إلى أين. لم يعد هنالك شيء اسمه سوريا. صحيح أن سوريا دولة حديثة نشأت بعد سايكس بيكو، ولكن صارت أمرا واقعا. كان يمكن يعني أن يكون كان يجب أن يكون لواء اسكندرون داخل سوريا. في أصلا بلاد الشام كلها كانت وحدة طبيعية. لم يكن أصلا، كانت الدول الشرق الأوسط كلها الدول العربية ليس في بينها حدود. تقطع باص واحد ينتقل من بغداد إلى حلب إلى دمشق إلى عمان إلى القدس فهذه كلها نشأت بمؤامرة استعمارية. عندما أراد العرب أن يستقلوا عن السلطة العثمانية، عند ذلك تدخلت المؤامرة الاستعمارية الصهيونية وقسمتها إلى دويلات لا يمكن أن تنهض بشكل دولة. فإذا سوريا الآن غير موجودة، والسبب رئيسي ليس فقط النظام هو المسؤول الأول دائما، لأنه لم يقود سوريا باتجاه إقامة دولة محترمة، دولة عصرية، دولة ديمقراطية، دولة متقدمة اقتصاديا وعلميا، وكان لديها كل الإمكانيات من أجل ذلك. لم يكن ينقصها شيء على الإطلاق أن تصبح متقدمة على ماليزيا التي جاء رئيس وزرائها إلى سوريا في الخمسينات وقال، صرح للصحافة: سأنقل سوريا إلى شعبي لكي يقتدي بها، سأنقل النظام الموجود في سوريا إلى شعبي سأجعل ماليزيا كدمشق. فإذا لم يكن ينقصنا شيء، النظام من جهة، ولكن أيضا خصوم النظام بالطريقة التي غير الديمقراطية. لنسأل أنفسنا لماذا لم يفكر أحد ولا نظريا ولم يقدم أي برنامج لإقامة نظام بديل للنظام الذي يعارضه، يتمتع بمواصفات نقيضة للنظام الذي يعارضه، لمواصفات نظام لماذا إذا يعارض؟ لماذا ننتقد نظام بمواصفات معينة يمثلها كثيرا ممن يتسمون بالمعارضة، سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، يتمثلون هذه الصفات والأخلاقيات والسلوكيات والمبادئ. مستقبل سوريا هل ستكون بشكلها حاليا جغرافيا يعني أو سياسيا أم ماذا؟ سوريا الآن محتلة، سوريا الآن مجزأة متشظية، عبارة عن يعني عصابات حتى الدول التي تحتلها هي تقوم بممارسة عصابات. يعني يا ريت مثل الاستعمار الفرنسي أو الإنجليزي أيام زمان. هؤلاء يقومون بدور أقذر بمليون مرة من دور الاستعمار القديم. إنهم إنهم يتجاهلون كليا الشعب الذي يعيش على الأرض وحقوق الشعب، والعودة إلى سوريا إلى دولة موحدة، دولة لمواطنيها إلى آخره. يمنعون هم المحتلون هؤلاء. دكتور عارف دليلة، هل سوريا المستقبل كيف ستكون شكلها وشكل نظامها السياسي إذا بقيت على شكل ديمقراطي موحد؟ ليس هنالك بديل. الآن لو أن الواقع الراهن في سوريا استمر، فليس هنالك جزء واحد فيه يستطيع أن يرفع رأسه يوما من الأيام بأي إنجاز على الإطلاق.
سيبقى خارج التاريخ وخارج الجغرافيا، وسيبقى يعيش كالعبيد أو الحيوانات. طبعا هذا لا يعني أنه كان يعيش أفضل من العبيد أو الحيوانات، ولكننا نتطلع إلى مستقبل آخر كنا نحلم به جميعا من طفولتنا وكل مراحل حياتنا. نحلم ونكتب ونغني ونرسم هذه الأحلام والتطلعات، ولكن قضي عليها جميعا بالضربة القاضية الماحقة، بالطريقة التي مورست فيها السلطة ومورست فيها بعض من يسمونها أنفسهم بالمعارضة. قضوا على كل هذه الأحلام دفعة واحدة. الآن ليس هنالك، عندما تجتمع الدول التي تتخذ قرارات بشأن سوريا لا يدعون سوريا واحدا، إنهم يريدون سوريون يسمونهم، يطلقون عليهم بعض الأسماء لكي يلصقون بهم ويحصلون على توقيعهم ويلصقون بهم صفة السورية ليغطوا بها تدميرهم لسوريا واقتطاعها وتقسيمها فيما بينهم. نحن بحاجة إلى شعب سوري يستيقظ من جديد، يتملص، يخلع كل ألبسته الحالية التي فرضت عليه ويخرج من جديد. هل سنأتي بهم من المريخ دكتور؟ لا، هم موجودون وبكثرة، وهم مستعدون حتى للاستمرار في التضحية من أجل الوصول إلى هذا الهدف. إذن آن الأوان لاستيقاظ الطبقة الصامتة. مجرد أن تعطيها الحرية، مجرد أن ترفع عنها سيف الاستعباد والقتل والتدمير من قبل الجميع والادعاء الكاذب بتمثيل الجميع وفي كل الانتخابات. الآن لا أحد يجرؤ ممن يدعون من كل الأطراف أنهم يمثلون سوريا والشعب السوري، لا أحد منهم يجرؤ على النزول في انتخابات حقيقية. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الشعب ضدهم، الشعب لن ينتخبهم. يعني باختصار اللي فهمته منك دكتور، مستقبل مبهم ينتظرنا لا زال، يعني إن لم نكن أكثر ظلاما. يعني يبقى أنه ليس لنا بديل آخر. كما قلت، الاستمرار في هذا الوضع الذي نعيشه سيكون من ترد إلى تدهور آخر وأكثر وإلى آخره. مستقبل سيكون مظلم ومدمر وماحق، وليس لنا مستقبل. يمكن أن تقول ليس لنا مستقبل، ليس فقط كدولة وكشعب وكوطن، بل كبشر. أشكرك يا دكتور. سنعود ل10 دقائق مع الدكتور كاوى عزيزي الأخيرة. دكتور، نفس السؤال، بعد كل هذا الجدال، بعد كل هذا اللا اتفاق ما بين السوريين في المنصات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى في المنصات والمنابر الإعلامية، مستقبل سوريا أين؟ سوريا إلى أين؟ أولا أنا أتفق مع دكتور عارف أنه هل يوجد سوريا حاليا؟ كم سوريا حاليا موجودة يعني؟ وشو وضع السوري؟ وبالتالي يستحال أن يعاد سوريا إلى ما قبل 2011. وبالتالي نحن أمام طريقين: إما دولة فاشلة ديكتاتورية، إعادة صناعة الديكتاتورية من طرف آخر من مجموعات أخرى، أو أن نكون في دولة ديمقراطية تعددية فدرالية تؤمن حقوق جميع المكونات بمواد دستورية أو بمواد ما فوق دستورية لا يقبلها النقاش، أن يتفق فيها السوريين وتحت إشراف الأمم المتحدة وحسب قوانين الشرعية الدولية أن يحصل كل مكون من مكونات الشعب السوري على حقوقه التي يعطيه الشرعية الدولية، وأن تكون هذه الحقوق مصانة ولا لن يكون عرضة للتغيير من قبل الأكثرية. يعني نحن بحاجة إلى سوريا
لامركزية تعددية فيدرالية بدستور جديد. هذا الدستور يكتب من قبل أخصائيين وتحت إشراف دولي وحسب الشرعية الدولية، أن يتم محاسبة كل من لطخ يده بالدم السوري، وأن يحاسب كل المجرمين بالقواعد والقوانين حسب القواعد والقوانين، محاكم شرعية في البلاد، وأن يتم إعطاء حقوق جميع المكونات، أي حق تقرير مصير داخلي للمكونات السورية، كل مكون ماذا يرغب ماذا يريد، وأن نكون في دولة سورية موحدة أرضا وشعبا، لكن لكل مكون له فسحة كبيرة من الحرية، وأن يكون هناك دولة يتشارك فيه الجميع، وأن يكون هناك دولة ببرلمان غرفتين، مجلس نواب ومجلس شيوخ ممثلي كل الطوائف، وأن تكون الأشياء ليس بالأكثرية بل بالتوافق ما يخص المكونات. في سؤال لك دكتور من زميلتنا الأخت فاطمة يوسف محمد تقول الائتلاف ليست معارضة بل جماعة تابعة للنظام السوري، والدليل ممارساتهم من خلال فصائله القاتلة في عفرين وغيرها، ما تعليقك؟ أنا يعني قلت رأيي عن المعارضة في عدة مرات خلال هذه الحلقة. أولا، المعارضة السورية ليست محكومة من مركز موحد، فالمعارضة السورية مجموعات، يعني فيها 102 فصيل عسكري، هذه الفصائل لا يحكمها أي قانون، كل فصيل له ارتباطه الخارجي، له مموله الخاص وينفذ أجندات خارجية، وبالتالي لا يمكن أن نحكم على الائتلاف بأنه سلطة مركزية له جيش وله كذا. حتى الجيش الوطني السوري الائتلاف ليس له أي سلطة عليه، ضمن الجيش الوطني السوري وموجود فيه فصائل لا أحد يسمع وزير الدفاع. الجيش المرتزق التركي بلا مرتزق، بس الجيش التركي موجود، وهم جلبوا الجيش التركي لاحتلال أرضه، وهذه خيانة وطنية. بالتأكيد راح يتحاسب هؤلاء أمام المحاكم السورية بعد التحرير من نظام الأسد، بالتأكيد، لأنه كيف تكون جسر لعبور جيش خارجي لاحتلال أرضك وقتل أخوك واستعباد أخوك يعني. وبالتالي مثل ما قلنا أنه سوريا يجب أن تكون سوريا جديدة بكل المعايير، نظام سياسي جديد، دستور جديد، قوانين ما فوق دستورية لا يتحكم فيها الأكثرية، وتكون مصانة من قبل الأمم المتحدة، أن تكون سوريا والدستور السوري فيها ضمانات دولية. يعني هون في العراق الآن هناك محاولة جدية لتغيير الدستور العراقي وتحويل إقليم كردستان إلى محافظة عراقية. إذا بالديمقراطية نعم يحولوه، والله العظيم إذا ما في أمريكا وما في دعم خارجي خلال ساعات البرلمان العراقي سيلغي الفدرالية في إقليم كردستان. صدق. وبالتالي نحن نطالب بحقوق بضمانات دولية. تمام. المطالب لا تتحقق إلا إذا كان هناك وحدة وطنية، والآن الحوار الكردي نتمنى نأمل جميعا أن ينجح ليتحقق ما نطالب به. آخر كلمة دكتور عارف دلينا، آخر كلمة بدقيقة لك ودقيقة للدكتور تو عزيز توجهها للشعب السوري. فقط أريد أن أعلق حول أنه لا يمكن أن يجب أن نتكي على الضمانات الدولية وعلى الدعم الخارجي. للأسف هذا ما دمرنا جميعا، وهذا ما سيستمر في تدميرنا بكل فصائلنا، حتى أولئك الذين يظنون أنهم سيكسبون من هذا الدعم.
إنهم هم الخاسرون حتما. لذلك نحن نعتمد على قوة الشعب، على العودة إلى المواطنة فقط. في ذلك بقوانا الخاصة كما بدأنا بعد الاستقلال قبل الديكتاتوريات، كذلك بقوانا الخاصة اليوم بعيدا عن أي دعم خارجي نستطيع أن نعود شعبا واحدا، ليس إلى النظام الذي كان قبل 2011، إذ أن هذا النظام لم يكن معترفا به من قبل الشعب، وعشرات الآلاف قضوا في السجون مئات الأعوام وآلاف الأعوام لأنهم يريدون دولة ديمقراطية حديثة. أنا مع الأخ كاوا بأننا نريد دولة جديدة، نعم دولة جديدة، ولكن ليس تأكيدا على حقوق هذا المكون أو ذاك. إذ كلمة المكون هل تعني أن كل من يحمل يعني من ينتمي إلى طائفة أو إلى قومية معينة هم أعضاء عضويون في هذا المكون؟ هذا المكون متناقض أكثر من تناقضات السلطة وأعداء السلطة، في داخله تناقضات كبيرة جدا. إذن نعود إلى تساوي كل السوريين كأفراد في كل الحقوق والواجبات، عدم التمييز، عدم الاستئثار، عدم الظلم، يعني مواصفات الدولة الحديثة التي نكررها دائما في أدبياتنا، ولكن للأسف فيها تطبيق. كل من يريد أن يشد اللحاف إلى صوبه، وبالتالي ينقلب على ما يتحدث به، على ما يقول به بنفسه، ينقلب عليه ويضحي به كليا. فهذا هو الخلاص فقط، أن يعود السوريون إلى سوريتهم ويغضون النظر عن أي صفة أخرى، لكن ضمن هذه السورية يحققون ذواتهم، يتطلعون إلى مناخ وبيئة تحقق ذواتهم على أفضل ما يكون، كما في الدول الديمقراطية التي تطبق القانون ولا تميز مواطنا عن آخر، وتتيح لكل منهم بذل كل ما يستطيع والوصول إلى كل ما يستطيع ضمن القانون، ضمن الكفاءة، ضمن الصدق والنزاهة والإخلاص. دكتور، هذا هو الخلاص، هذا هو طريق الخلاص فقط. دكتور عارف، دكتور عارف، أنت قلت على السوريين أن يعودوا إلى مناخ سوريتهم، وأنا كسوري مناخ سوريتي هو النظام الفيدرالي، وهذا ما لا توافق عليه. يعني أنت وتقريبا إن لم نقل الكل فالغالبية العظمى يرفضها. يعني بس الاختلاف واحد، يمكن أن نسميه فيدرالي، يمكن أن نسميه لا مركزي، يمكن أن نسميه ما تشاء، ولكن ليس يسميه كذلك أحد طرف ما كائنا من كان ويفرضه على الآخر ليقنع الآخر به، ويتفقون على تسميته بشكل ديمقراطي حر بدون إكراه، بدون استخدام السلاح، بدون الاتكاء على دعم خارجي. إذن أستطيع هذا هو شرطي. إذن أخذ رأيك بأنك لا تمانع إذا كان شكل سوريا القادم شكل ديمقراطي فيدرالي، ليس عندك مانع أو اعتراض. أنا لا أمانع إذا اختار الشعب بشكل ديمقراطي حر أن يسميه فيدرالي ويعطي المناطق استقلالية ذاتية. على كل حال في كل بلد في العالم أن هنالك نسبية في الاستقلال الذاتي، كما في الولايات المتحدة هنالك حقوق للولايات. شاهدنا في الانتخابات الأخيرة كيف كل ولاية لها مجالس وتمثل لها قوانينها وتعمل بها، ولا ترد على السلطة إذا كانت ضد هذه القوانين على السلطة المركزية. إذن هنالك أشكال مختلفة وتناسبية مختلفة جدا بين بلد وآخر، وهذا يخضع للشروط المحلية ولحاجات تطور الدولة ورأي الشعب وتطلع الشعب وغير ذلك.
فلا مانع بأي ذلك، ولكن بدون فرض من قبل أي طرف على طرف آخر، بشكل حر ديمقراطي يمكن اختيار هذا الشكل أو ذاك. تمام. أشكرك دكتور عارف. آخر كلمة لك دكتور كاو عزيزي. أنا أتفق مع الدكتور عارف. دليل إذا كنا في سويسرا أو كنا سويسريين يعني، بس يا حبيبي نحن في واحة الشرق الأوسط ونحن في سوريا. سوريا اليوم ممزقة، الناس تأكل بعضها البعض. هذا الشيء اللي تطالب به أنا أيضا أطالب به، لكن هل هو معقول وممكن بهذا الشكل ومن الآن؟ وبالتالي أنا أعتقد أن سوريا محتاجة إلى مراحل انتقالية إذا بقت دولة، لأنه المشكلة مو بين العربي والكردي، المشكلة مو بيني وبينك. يعني هناك مشاكل نحن إما نتجاهل أو ما بدنا نحكي الحقيقة. يعني ممكن العربي والكردي يتفقوا في نهاية الأمر، بس هل يمكن العلوي والسني أن يتفقوا؟ هل يمكن نعم يمكن للجميع أن يتفقوا. يا دكتور لحظة شوي. نعم إذا أخرجنا 2% من رؤوسنا، إذا أخرجنا 2% من محيطنا يمكن ل 98% أن يتفقوا ويتعايشوا ولا يوجد أي مشكلة بينهم. أنا ما قاطعتك يا دكتور. هل سيقبل العلوي أن يعود أن يعيش تحت الحكم السني؟ هذا مستحيل. وبالتالي ليس هو عادي، هو أمر عادي جدا وليس مستحيل. لحظة شوي. إذا ضغط على العلويين بهذا الشكل هم راح ينفصلوا عن سوريا، ما بدهم حتى الفدرالية كمان. وبالتالي لحماية سوريا وحماية أرض سوريا وشعب سوريا بشكل موحد لابد من دستور سوري جديد يعطي حقوق كل المكونات ما يطالبون به ضمن حدود سوريا موحدة. قوانين ما فوق دستورية لا يمكن مناقشتها أن يتفق عليها كل السوريين تحت إشراف دولي، وإلا سوريا إذا لا يحكمها هذه القوانين ولا تكون هذه القوانين بحماية دولية سيكون هناك صراع لعشرات السنين أخرى. أصبح بين السوريين دم يا دكتور. الدم ليس شيء سهل. أنا كنت في الجيش، خدمت في الجيش العربي السوري، خلينا نسمي في الجيش السوري 2000 عام 2000. أنا عايشت السني وعايشت العلوي، وباعتبار نحن كنا أكراد، العلوي يؤمن فيه يحكي لي والسني أيضا يؤمن فيه ويحكي لي. يعني نحن كنا ناسين إسرائيل، هذا ضد هذا وهذا ضد هذا، لسه ما صار هاي الحرب هاي. فبعد هاي الحرب ممكن أن يتعايشوا تحت نظام ديمقراطي. أين نحن من الديمقراطية؟ الديمقراطية ثقافة، الديمقراطية قبول الآخر، الديمقراطية هو أن تعرف حقوقك إلى أين ينتهي حقوقك ومن هناك يبدأ حق الآخر. وين هاي يا دكتور؟ نحن بدنا عشرات السنين لزرع ثقافة ديمقراطية، لزرع ثقافة إنسانية. يعني بالفعل لسوريا أولا أنا كشخص يعني عندنا مشاكل خارجية وداخلية. المشاكل الداخلية يعني هل نستطيع أن نحارب إسرائيل؟ هل نستطيع إعادة الجولان بالقوة؟ كل الدول العربية تصالحت مع إسرائيل، ألا يحق للشعب السوري أن يرتاح؟ يا أخي 60 سنة ونحن نحارب، شو حققنا يعني؟ كل معركة ونعطي أرض لإسرائيل. خلينا نحقق سلام مع إسرائيل مثل مصر والأردن والفلسطينيين. وهنا هاي مشكلتنا الأساسية. هاي المشكلة اللي خلى السوريين يوصلوا لهاي المرحلة. خلينا نعترف بجارنا إسرائيل يا أخي، له
دولة معترفة من الأمم المتحدة، شعب يحق له العيش إلى جانب الشعب الفلسطيني، دولتان، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. هاي مشكلة سوريا أساسية. هاي نقطة. النقطة الداخلية، سوريا لا مركزية سواء كان فدرالية أو أي شيء، أن يحقق حقوق كل المكونات بالدستور بضمان من الأمم المتحدة. ويمكن بعد 10 سنوات أو 20 سنة أن نصل إلى ما تفضلت أنت فيه يعني. أشكركم دكتور كاوا عزيزي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين بأربيل عاصمة إقليم كردستان. أخي سليمان إذا سمحت لي كلمة بس. تفضل. باعتبار يعني الحلقة كلها كأنه حطيناها كبيناها بالسلة المهملات، وأحلينا محل كل المواضيع اللي حكيناها هالكلمتين الأخيرات اللي قالهم الأخ كاوا. الصلح مع إسرائيل هذا يحتاج إلى حلقة أخرى مستقلة، ولا يجوز أن ننهي حلقتنا بوضع هذه كأنها أمر حتمي ومحتم والى آخره دون نقاش. هذا موضوع قابل للنقاش ويستحق حلقة كاملة، فلا يجوز أن يمر على أنه خاتمة نقاشنا الذي لم نتطرق إليه عبر ساعتين. دكتور أعدك بدنا سوريا بلا مشاكل، بدنا سوريا بلا جيش، بدنا بوليس سوري، يعني نخلي الحروب لغيرنا. بدنا إدارة مدنية، نفكر بالتعمير، نفكر بالتنمية، نفكر بالثقافة، خلينا من الجيوش ومن الحروب ومن هذا أصبح موضوع آخر. يجب أن لا نختم حلقتنا بهذه الكلمات. هذا موضوع آخر قابل للنقاش مع وضد، ولكن هذا موضوع آخر. دكتور هاي رأيي في الدقيقة الأخيرة، أنت كمان حر في رأيك في الدقيقة الأخيرة. دكتور عارف، أعدك سيكون في حلقة قادمة كمان تكون ضيفنا أنت، وكذلك الدكتور كاوا في حلقات مقبلة. موضوع سوريا تحتاج إلى حلقات، مئات الحلقات حتى يعالج ولو جزء بسيط من مشاكلها، من التراكم الذي خلفه لنا الحقبة الدكتاتورية البعثية الشوفينية. دكتور عارف دليلة، جزيل الشكر أيها المناضل والشخص السوري الذي نكون له كل الاحترام. لك جزيل الشكر، ولك وعدنا بأن تكون ضيفا في حلقات أخرى من برنامج حواراتنا، وكذلك الدكتور كاوا عزيز سيكون ضيفنا. نورتونا دكتور، أشكركم جدا جدا، وكما نعتذر من كل المتابعين والمشاهدين الذين كانوا لهم أسئلة كثيرة لم يتسنى لنا الوقت بإجابة على معظمها. هناك آلاف من المشاهدة والمتابعة، كل تحية لهم، ونعدهم بأنه برنامجنا حواراتنا ستكون حوارات لكل السوريين، بين كل السوريين، بين كل مكونات حتى منطقة الشرق الأوسط، مع كل الشخصيات الوطنية النزيهة. وأشكركم مرة أخرى دكتور عارف دليلة، أستاذ الاقتصاد السياسي والشخصية السياسية السورية المعروفة، الدكتور كاوا عزيزي أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين بأربيل والشخصية الكردية المعروفة. نورتونا وأهلا وسهلا بكم، وإلى حلقة أخرى مشاهدينا الكرام، ودمتم بأمان الله. شكرا.